عليكم حبايبي طلبة وطالبات الأكاديمية المصرية للدراسات المتطورة. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده إن شاء الله هنكمل مع بعض المنهج بتاعنا منهج الاقتصاد. المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا مع بعضينا عن الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلي، اتكلمنا فيه عن المصطلحات اللي بيهتم بها علم الاقتصاد، اتكلمنا مع بعضينا عن العلوم اللي بيرتبط بها علم الاقتصاد. النهارده إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع بعض عن المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية لما اجي اتكلم عنها هي بالظبط نفس الاركان الاساسيه اللي انا كنت قلتها لك المره اللي فاتت اللي اتكلم فيها مين؟ روبنز. كويس؟ قال لك اركان علم الاقتصاد، قال لك ايه؟ حاجات الانسان، الندره، الموارد المتاحه، الندره كويس بتاعت الموارد الموجوده دي. قال الحاجه الثالثه اللي اتكلم عليها اللي هي ايه؟ اللي هي الاستعمالات البديله للمورد الواحد او المفاضله والاختيار للموارد. خلاص؟ دول اربع عناصر اساسيين، دول يعتبروا اربع عناصر اساسيه للمشكله ايه؟ الاقتصاديه بتاعتي. يبقى عندي المشكله الاقتصاديه بتاعتي ليها اربع عناصر او اربع حاجات اساسيه بتوع المشكله الاقتصاديه. اول حاجه فيها حاجات الانسان. ثاني حاجه الموارد المتاحه. ثالث حاجه الاستعمالات البديله. رابع حاجة المفاضلة والاختيار. دول كده الأربعة معايا هم دول المشكلة الاقتصادية اللي بتبقى بتواجهني في أي اقتصاد. إيه بقى المشكلة الاقتصادية؟ إن أنا أول حاجة إن عندي الحاجات الإنسانية حاجات كتيرة جدا ومتعددة وملهاش حدود، وكل مدى كل ما البني آدم بيبقى له رغبات وبيبقى له احتياجات، وأول ما تشبع رغبة بتبص تلاقي نفسك حضرتك تلقائيا بتنتقل للرغبة اللي بعديها وهكذا وهكذا. يعني في الاول مثلا عايز تاخد البكالوريوس، ربنا كرمك خدت البكالوريوس، بعد كده مثلا عايز تشتغل، اشتغلت، بعد ما تشتغل بتبقى عايز تترقى في شغلك، بعد ما تترقى في شغلك بتبقى عايز توصل لمنصب مدير اداره، بعد كده منصب مدير عام، مش عارفه ايه. الطموح ما بيقفش. كويس؟ فبالتالي دي طبيعه البشر ان عندها احتياجات وحاجات، والحاجات بتاعتها دي ما بتقفش. مجرد انك تشبع حاجه بتلاقي الحاجه اللي بعدها ظهرت، مجرد انك تشبع حاجه بتلاقي الحاجه بتاعتها اللي وراها ايه؟ ظهرت. فبالتالي حاجات البني ادم بتبص تلاقي ايه؟ متعدده وكتيره ومتطوره، كل ما بتتطور وكل ما بتتطور طبعا لايه؟ للافضل وللاحدث. كويس؟ يعني انت مثلا زمان اول ما طلعت الموبايلات كان كل هدفك ان يبقى معاك موبايل، صح ولا غلط؟ جبت الموبايل وبعد كده طلع بقى ايه؟ انواع في الموبايل، والموبايل مش عارفه نوكيا مش عارفه كام والكلام ده كله، فبدا كل طموحك ان انت يبقى معاك الموبايل نوكيا الجديد ده اللي نازل اللي هو بزراير. شويه كده بقت الشاشه ايه؟ كبيره شويه، بقى كل هدفك انك تجيب شاشه كبيره شويه، بعد كده ظهر التاتش، لا خلاص انا عايزه اجيب التاتش، بعد كده ظهر التاب، وهكذا وهكذا وهكذا. فبالتالي انت كل ما بتحاول ان انت ايه؟ الحاجات عندك ما تقفش وكلها متطوره وتواكب التطور اللي احنا ايه؟ عايشين فيه. في المقابل طبعا الموارد اللي عندك دي محدوده. كويس؟ محدوده وما عنديش فيها زياده، يعني فاهمني؟ يعني انا لما بستخدمها بتبقى يعني ممكن انها تخلص في يوم من الايام. خلاص؟ بالنسبه برضه خلي بالك الحاجات الانسان انا بقسمها حاجتين، في عندي حاجات ضروريه اللي انا ما اقدرش استغنى عنها ولازم ان انا اشبعها زي الاكل والشرب واللبس والكلام ده كله، دي حاجات اسمها ضروريات. في حاجات ثانيه اسمها كماليات، حاجات كماليه. الحاجات الكماليه لما ببقى مسنوق جدا في الفلوس والكلام ده كله فباجي عليها واقول خلاص ايه؟ مش لازم اخرج، مش لازم اتفسح، مش لازم اروح السينما، مش عارفه ايه. كويس؟ دي حاجات برضه انا ببقى محتاجها، بس دي حاجات كماليه، لو هو موجود هشبعها، لو مش موجود خلاص ومفيش مشكله مش هشبعها. خلاص؟ يبقى الحاجات عندي حاجات ضروريه وعندي حاجات غير ضروريه. الموارد المتاحه اللي عندي بقى دي، الموارد اللي عندي نوعين من الموارد. عندي موارد اقتصاديه اللي هي المحدوده، عندي الموارد بتاعتي عندي موارد اقتصاديه وعندي موارد غير اقتصاديه. طب يعني ايه موارد غير اقتصاديه؟ قال لك الموارد الغير اقتصاديه هي الموارد المتاحه عندي بكميات لا حصر لها. ما هي طالما موجوده وعندي منها كميات كثيره جدا يبقى بالتالي انا مفيش عندي مشكله منها، مفيش عندي مشكله انها ممكن تخلص في يوم من الايام، صح ولا غلط؟ زي مثلا ايه؟ زي الشمس، زي الهواء، زي البحار، كل دي حاجات موجوده عندك مش ممكن انها تخلص في يوم من الايام، لا موجوده على طول الحمد لله، ربنا ايه؟ منحها لنا او واهبها لنا، فبالتالي مفيش منها مشكله. كويس؟ فبالتالي تعتبر حاجه غير اقتصاديه، مورد غير اقتصادي. علم الاقتصاد ما بيهتمش بدراسته، لان علم الاقتصاد ما بيهتمش بدراسه المورد اللي هو قابل للنفاذ، او المورد اللي هو محدود، او المورد اللي هو مش قاعد معايا على طول، ده ممكن يخلص في يوم من الايام، زي البترول، زي المعادن اللي في باطن الارض. الحاجات دي قلنا لها معرضه انها تنضج وانها تخلص، فبالتالي علم الاقتصاد بيهتم بيها
اوظفها توظيف صح واستخدمها استخدام صح، ما استخدمهاش استخدام ايه؟ استخدام سيء. كويس؟ يبقى عندي موارد، لما باجي ابص للموارد الاقي عندي نوعين من الموارد، عندي موارد اقتصاديه وموارد غير اقتصاديه. الموارد غير الاقتصاديه كلمه اسمها غير اقتصاديه، يبقى الاقتصاد ما بيهتمش بيها. اما الموارد الاقتصاديه يبقى دي من صميم علم الاقتصاد، او علم الاقتصاد ايه؟ بيهتم بيها. عندي الاستعمالات البديله او المفاضله ايه؟ والمفاضله والاختيار ما بين الموارد. يعني ايه استعمالات بديله؟ يعني خلي بالك لو انا مثلا عندي الدوله بتاعتي او البلد بتاعتي تنتج بس منتجين او سلعتين، السلعه الف والسلعه ب. خلاص؟ وانا عندي 100 مليون دول دخل الدوله او يعني الثروه بتاعتي، دول مثلا الثروه بتاعت الدوله، الثروه بتاعتي. فبالتالي انا مقسمه ال 100 مليون دول ما بين السلعه الف والسلعه ب. خلاص؟ ماشي؟ فانا مقسمه ال 100 مليون ما بين السلعه الف وما بين السلعه ب. لو انا زودت في السلعه الف يبقى لازم اقلل من السلعه ب. كل ما ازود في السلعه الف كل ما اقلل من السلعه ايه؟ من السلعه ب. كل ما ازود من السلعه الف كل ما اقلل من السلعه ب. خلاص؟ بمعنى كده لو انا عندي مثلا 100 متر قماش، خلاص ال 100 متر دول المفروض انا بعمل منهم بلوزه وجيب. خلاص؟ ماشي؟ هعمل 50 و50. لو انا زودت في البلوزه وخليتها 52 يبقى المفروض ان انا اقلل من الجيب واخليها 48. لو انا زودت في البلوزه وخليتها 60 يبقى المفروض ان انا اقلل من الجيب واخليها 40. خلاص؟ فهمنا يعني ايه استعمالات بديله؟ يعني انا لو خدت الحاجه حطيتها في السلعه الف يبقى لازم اقللها من السلعه ب. لو حطيتها في السلعه ب يبقى لازم اقللها من السلعه الف. خلاص؟ ده معنى استعمالات بديله، ده معنى استخدامات بديله. خلاص؟ وانا المفروض بقى بعمل ايه؟ بعمل مفاضله واختيار ما بين السلعه دي وما بين السلعه دي، واشوف انه اللي انا محتاجاها اكتر وانه اللي انا محتاجاها مش محتاجاها اكتر. خلاص؟ ولما بزود من سلعه بيبقى على حساب سلعه ثانيه. لما ازود من سلعه بيبقى على حساب سلعه ثانيه. خلاص؟ ماشي؟ يبقى ده ايه؟ الاختيار او الاستعمالات البديله للمورد الواحد. خلاص؟ اما المفاضله والاختيار ده انا بختار بقى ايه؟ انا بختار بحط في انهي سلعه؟ انا بقول ان انا محتاجاها اكتر. هل محتاجه اللي اكتر ولا اللي اكتر؟ طبعا ده مثال بس للتوضيح، لكن انا كدوله ببقى اشوف مين اللي محتاجاه اكتر. هل محتاجه بنيه تحتيه اكتر ولا محتاجه اصرف على مدارس ومستشفيات اكتر؟ كويس؟ هل محتاجه طرق واعمل طرق واعمل بتاع ده واقول معايا مثلا سلك حديد او الكلام ده كله، ولا اعمل مستشفيات واعمل مدارس واهتم بالصحه والتعليم؟ اشوف مين فيهم اللي هصرف الفلوس ايه؟ اللي هصرف الفلوس عليه. دي تعتبر ايه؟ اسباب المشكله الاقتصاديه. انا خلي بالك برضه ان انا من اسباب المشكله الاقتصاديه ان انا المفروض بعمل ايه؟ النظام ده اللي انا بقول لك عليه ان انا بصرف فلوسي على سلعه من السلعتين. انا بعمل مثلا لو حاجه عندي اسمها منحنى امكانيه الانتاج. منحنى امكانيه الانتاج ده بعمل كده بالظبط. كويس؟ لو قلت ان هنا سلعه الف وهنا سلعه ب، دي السلعه الف ودي السلعه ب. لو انا حضرتك كده جيت قلت انا السلعه الف هنتجها عند هنا الجزئيه دي، هنا كده انتاج السلعه الف، يبقى هنا كده هيبقى انتاج مين؟ السلعه ب. خلاص؟ انا هنا بنتج الف وهنا بنتج ب. طب افرض انا زودت في انتاج ب يبقى هقلل في انتاج الف. يعني انا لو انا عايزه ازود في انتاج ب يبقى هنتج ب هنا مثلا. لو عايزه ازود في انتاج ب يبقى هنتج ب هنا مثلا. خلاص؟ هزود ب ماشي؟ قصاده طبعا ايه؟ ببص الاقي ان الف عندي بتقل. خلاص؟ ماشي يا جماعه؟ فبتبص تلاقي ان انت عندك ايه؟ منحنى امكانيه الانتاج ان انت لما بتزود من سلعه بتقلل من السلعه الثانيه، لما بتزود من سلعه بتقلل من السلعه الثانيه. خلاص؟ فبالتالي دي اسمها ايه؟ المشكله الاقتصاديه بتاعتي، او دي المشكله الاقتصاديه اللي احنا اتكلمنا فيها ان انا عندي الاربع عناصر بتوعها. خلي بالك كمان في حاجه مهمه ان احنا لازم نتكلم عليها اللي هي ايه بقى؟ ان انا المشاكل الاقتصاديه دي بتختلف من مجتمع لاخر ومن عنصر لاخر ومن دوله لاخرى على حسب ايه؟ على حسب النظام الاقتصادي السائد في الدوله. لان انا عندي خلي بالك انا عندي 3 انظمه اقتصاديه هم اللي موجودين في كل الدول. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عندي نظام اشتراكي في بعض الدول، عندي نظام راسمالي في بعض الدول، عندي نظام اسمه نظام مختلط. النظام الراسمالي لو احنا خدناه النهارده واتكلمنا عليه، هقول لك النظام الراسمالي هو نظام قائم على الحريات. نظام قائم على الحريات ازاي؟ يعني بمعنى اوضح ان النظام ده قايم على ان كل بني ادم في النظام ده حر ان هو ينتج اللي هو عايزه، حر ان هو يستهلك اللي هو عايزه، حر ان هو
هو عايزه، حر ان هو يقدم سلع وخدمات في السوق اللي هو عايزه. كويس؟ ده اسمه نظام ايه؟ نظام اقتصاد راس مالي، نظام اقتصاد راس مالي، نظام قائم على الحريات. قال لك انا كصاحب راس مال فانا حر ان انا ادخل في السوق في الوقت اللي انا عايزه، وحر برضه ان انا اخرج من السوق في الوقت اللي انا عايزه. يبقى مفيش عندي مشكله، لو منين ما عاوز ادخل في السوق هبدا افتح مشروع جديد وابدا ادخل في السوق، منين ما عاوز اخرج من السوق انا مفيش مشكله خالص، هلم الحاجه بتاعتي واقوم خارج من السوق. مفيش عندي عقبات لاني ادخل السوق ولا عندي عقبات اني اخرج من السوق. ده اسمه نظام ايه؟ نظام الراسمالي. النظام الراسمالي برضه قائم على الحريات، ان انت لما تدخل السوق انت حر ان انت تنتج سلع معينه، سلع غذائيه، سلع ترفيهيه، سلع تبني كومباوند، تعمل اللي انت عايز تعمله، مفيش اي مشكله، مفيش اي حاجه بتقف قصادك، فاهمني؟ فبالتالي ده اسمه سوق حريات. من خصائص النظام الراسمالي ان هو زي ما بقول لك قائم على حريه الانتاج، قائم على حريه الاستهلاك، قائم على حريه الادخار. مفيش حد يقول لك انت لازم تدخر كذا او ما تدخرش كذا، انت حر، انت بتاخد مرتبك، لو انت عايز تنزل تصرفه كله بتروح تصرفه كله، لو عايز تحوشه كله بتروح تحوشه كله. كويس؟ صاحب العمل هو حر برضه، بيعمل المصنع بتاعه او الشركه بتاعته وبيجيب الناس يعينها في المكان ده عنده. كويس؟ وانت بناء على ان عندك الخبره بتاعتك وعندك الكفاءه بتاعتك وخريج كليه معينه، معاك ماجستير او معاك دكتوراه، فبالتالي هتبدا تتفاوض مع صاحب راس المال على الخبره اللي عندك، ومن خلال التفاوض بتاعك هتبدا تاخد الراتب او هتبدا تاخد منه الاجر اللي يتناسب مع كفاءتك. خلاص؟ ده المفروض ان هو اللي سائد في النظام الراسمالي، او الناس اللي هي بتدافع عن النظام الراسمالي بيقول لك ان ده بيبقى موجود في النظام الراسمالي. ان انت مثلا عندك كفاءه، يبقى هنا بيساوي بين الناس اللي عندها كفاءات اللي هم خارجين الكليات، كويس، والناس اللي هم اصحاب راس المال. اصحاب راس المال اللي عندهم المصانع واللي عندهم الشركات بيبدا طبعا يطلبك انت كواحد صاحب كفاءه عشان تشتغل عنده في راس المال بتاعه. كويس؟ فبالتالي انت بتروح تشتغل عنده، انت عندك خبره اكسبيرينس معينه، بتبدا تقول والله الاكسبيرينس بتاعتي دي انا بقدرها بقد كده في الشهر ان انا اخد 5000 جنيه مثلا. كويس؟ فهو طبعا يا اما بيقول لك ماشي اوكي وبيوافق وبالتالي بتتعامل معاه وتشتغل عنده، يا اما يقول لك لا طبعا ايه وبتبدا ايه تسوق الشغل معاه. ده بالنسبه لخصائص ايه؟ بالنسبه لخصائص النظام الراسمالي. طب احنا لو جينا بصينا للنظام الراسمالي، هل النظام الراسمالي بالشكل اللي انا قلت لك عليه بالحريات اللي انا قلت لك عليها دي هل فيها مشكله؟ هل ممكن يحصل فيه منه مشكله؟ هل مثلا الناس اللي ما جربوه او توسعوا في استخدامه هل لقوا فيه منه مشكلات؟ قال لك اه طبعا في منه مشكلات كتيره جدا. طب ايه مشكلات النظام الراسمالي بالملخص كده السريع؟ قال لك مشكله النظام الراسمالي ان انا الحريات اللي انا كنت بقول عليها دي، الحريات دي مش موجوده الا لصاحب راس المال بس. كويس؟ ليه مش موجوده الا لصاحب راس المال بس؟ لان صاحب راس المال لما بيجي يعين كفاءات عنده، معلش يعني هو كام واحد كل سنه بيتخرج من كليه تجاره عشان يشتغل محاسب؟ الافات. كام واحد بيتخرج من كليه حقوق عشان يشتغل محامي؟ الافات. كام واحد بيتخرج من كليه طب؟ برضه كتير. كام واحد بيتخرج من كليه هندسه؟ برضه الافات. صح ولا غلط؟ فبالتالي انا صاحب راس المال هبدا اسومك على الكفاءه بتاعتك، واقول لك لا انت كده هتغلي لي السعر، هتقلله شويه، لو انا وافقت كان بيها، ما وافقتش هبدا اسرحك او هبدا امشيك من عندي واجيب غيرك، لان عندي معروض من الكفاءات كتير. كويس؟ فبالتالي طالما المعروض عندي من الكفاءات كتير يبقى انا كصاحب راس مال ببدا اتحكم فيك، ببدا اقول لك لا انت كده مرتبك مش هقدر اديك المرتب ده، انا هديك مرتب اعلى. فبالتالي في نظام الراسمالي بصيت لقيت البطاله عندي بقت زايده، البطاله عندي بقت منتشره، بقى في بطاله كتير. كويس؟ الحريات بقت حريات لاصحاب راس المال بس. اصحاب راس المال زادوا ثروه على ثروتهم اللي هي كانت معاهم، في حين ان هم اصحاب الكفاءات ما كانش عندهم اي ثروات، وما قدروش يحققوا اي ثروات. فبالتالي صاحب راس المال هيفضل طول عمره صاحب راس المال، صاحب راس مال، والشخص اللي هو خارج الكليه اللي هو صاحب الكفاءه هيفضل طول عمره عامل او شغال عند صاحب راس المال. عمره ما هيتحول في يوم من الايام لانه يكون صاحب راس مال، لان عمره ما في يوم من الايام هيقدر ياخد المرتب اللي يخليه يتخطى المرحله بتاعته وينتقل من مرحله ان هو عامل او اجير الى مرحله صاحب ايه؟ راس مال. خلاص؟ فقال لك الحريات اللي بيتكلم عليها النظام الراسمالي دي حريات مقنعه، حريات مش حقيقيه. خلاص؟ النظام الراسمالي برضه بيبقى قائم على ايه؟ قائم على ان الحكومه ليها طبعا ايه؟ دور اشرافي، دور رقابي من بعيد لبعيد، ان انا بس بواجه كده وبتابع وان انا بوجه ده وده، لكن انا ماليش دور جوه النظام كبير، لا دوري محدود، دوري صغير، دوري مش جامد، دوري مش كبير. خلاص؟ فبالتالي دوري اللي هو مش كبير ده او دوري اللي هو المحدود ده فبالتالي طبعا بيأثر عليه. خلاص؟ خلي بالك ان في عندي حاجه بقى المفروض ان انا دايما بقول لك عليها او اللي هي المفروض بتبقى موجوده عندك
عندك في الكتاب، عندك في صفحه في الفصل الثاني اللي هو منحنى امكانيه الانتاج. منحنى امكانيه الانتاج، منحنى امكانيه الانتاج اللي هو زي ما بقول لك كده، لما باجي انتج سلعتين والسلعه بتكون اكبر من سلعه ثانيه، او بستخدم سلعه اكبر من سلعه ثانيه. عموما الجزء ده ان شاء الله مثلا نبقى نغطيه مع بعضينا المحاضره الجايه باذن الله، بحيث بس يكون معايا السبوره متاحه ان انا اشرح لكم عليه اللي هي خصائص منحنى الانتاج، ونكمل المره الجايه باذن الله خصائص النظام الاشتراكي، ونتكلم عن نظام المختلط، ونبقى كده احنا خلصنا الاجزاء بتاعتنا اللي هي مرتبطه بالانظمه الاقتصاديه ومرتبطه بمنحنى امكانيه الانتاج. واشوفكم المره الجايه ان شاء الله على خير باذن الله.